إلهي بفاطمة لا تحرمنا خدمتهم والاجتماع على ذكرهم. إلهي بفاطمة يوم القيامة اجعلنا من الحب الجيد الذي تلتقطه الزهراء لندخل الجنة معها ببركة محمد وآل محمد يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك وعلى بضعتك فاطمة المظلومة الشهيدة الصديقة سيدتي نساء العالمين. فاز والله من اعتصم بكم يوم أمنا من لجأ إلى حصنكم. لعن الله الظالمين لكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إلهي آمين وارزقنا الفوز والحشر في الدنيا والآخرة. لم يخلف أحمد إلا ابنتان ولكم أوصى بها القوم جهايا يا رب. كابدت بعد أبيها المصطفى غصصيا لو مست الطود الأشم لما يا رب. يا فاطمة من لها يا إذ بكيت والدها يا قائلا فلتبكي ليلا أو نهايا يا رب. كانوا ينزعجون حتى من بكاء الزهراء. من لها يا إذ بكت والدها قائلا فلتبكي ليلا أو نهايا يا رب. من سعايا في ظلمها من علايا أبوابها أضرمنا يا رب. الآن ندخل ببعض عزاء الزهراء. يا فاطمة نظرة إلينا جميعا هذا اليوم نجتمع على حب الزهراء. يا الله لا تزلني كيف رض ضلعها يا واسألن البياب والجدار. أيوة سيدتها أيوة فاطمة. لا يا تسني كيف رضوا ضلعها يا واسألن الباب والجدايا. أكو أعظم من هذا أخواتي أمهاتي؟ أكو أعظم بعد.
واسأل يا اللؤلؤ قرطيها لمن تثريت والعين لم تشكح مرايا. أيوا سيدتها ضربوها على وجهها. والعين لم تشكو احمرارا يا احمرارا يا صاحب الزمان انت المعزى. اكو بيتين صعبات نقولها الان. واسأل أن أعتابها عن محسن كيف فيه دمه راح جبارا. هنا قالت الزهراء يا فضلي تعالي. الله أكبر. وبعد أكو مصيبة التي جرحت صدر الزهراء. وهل المسمار موتور لها فغدا في صدرها يا ويلي يطلب ثاير. اجت فضة ولقتها فوق التراب. اجت فضة ولقيتها فوق التراب. يا ويلي يا فاطمة يا يمه يسيل من الصدر وضلوع الدم يا ويلي. كلمة اختارها سريعا حتى ندخل بالحديث عن الزهراء. عندما يا وقف الحسن والحسين على جسد فاطمة الحسن يبكي الحسين يذرف الدموع. تقول أسماء كان الحسن يقبل وجه أمه فاطمة يقول أمايا أنا يا عزيزك الحسن كلميني يا يم. قل ولكن أخواتي أمهاتي هاي كلمة صعبة لأن هذا إمام القلوب نور العين. قل ولكن كسر قلب الحسين كان يقبل أقدام أمه فاطمة يقول أمه يا يمه كلميني قبل أن تفارق روحي. بس هذا البيت خلنا نسمعه ويا الحسن والحسين. وإذا بالحسن قال أخي حسين عظم الله لك الأجر إن أمنا فاطمة ميت. يما بكي أنا ذكر. هاي فاطمة يا الله نظر إلينا يا زهراء. يما بكي أنا ذكرنا يا يما وبكي. هنيئا للي حصل أخواتي دمعة الزهراء لأن الزهراء إلى اليوم مخفي قبرها. أمير المؤمنين لما دفنها قال يا رسول الله لقد اختلست الزهراء راحت مكسورة مضروبة. يما بكي أنا ذكرنا يا يما وبكي. يما بكي أنا أثار الوالدة يا يما يا فاطمة خيمة علي. لذلك كانت تجي الزهراء وتجلس على قبر النبي تشكو همها إلى رسول الله
احنا مرة نقرأ شعر ومرة نقول هاي كلامها عليه السلام. تجلس على تراب قبر النبي، تشم التراب، تقبل وتضع التراب على عينيها، وبيدها الحسن والحسين وهي تقول: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا أبا صبت علي مصائب لو أنها صبت علي الأيام صرنا ليالي. أيوا فاطمة أيوا فاطمة أيوا فاطمة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها احفظ إمام زماننا من بين يديه ومن خلفه. أرنا الطلعة الرشيدة واجعلنا من خير أنصار إمامنا صاحب الزمان ببركة الصلوات بأرفع الأصوات. يا الله. بس سؤال، هاي الساعة مضبوطة؟ هاي الساعة مضبوطة؟ يا الله. يا الله. حديثنا في هذه الجلسة في هذا المجلس المبارك في رحاب الزهراء عليه السلام بمقدمة ومحورين. المقدمة أخواتي، المؤمنة المرأة تحتاج إلى ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هو الإعداد الروحي، والركيزة الثانية هو العطاء والعمل والحركة. وقد كتب بعض العلماء كتبا في ذلك، منها صاحب كتاب نظرات في الإعداد الروحي. لا يمكن للمرأة، لا سيما المرأة المؤمنة، أن تعيش حياة متزنة وحياة ملؤها الأمان وحياة فيها حيوية وطاقة وإنتاج ما لم تكن هذه المرأة من البداية أعدت إعدادا روحيا وقلبيا جيدا. لأن عموما المؤمن أو المؤمنة إن لم يمتلك جانبا روحيا في داخله يعيش فقط جسد، يعيش خواء، يعيش نقصان. ولدينا تجارب كثيرة، أهم التجارب وأوضح التجارب هي تجربة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، حيث مر بإعداد روحي عميق وطويل، بعد ذلك تحرك مع الناس، بعد ذلك أثر في الناس، بعد ذلك أنتج ما أنتج رسول الله. ولكن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله مؤثرا ومنتجا إن لم يكن قد أعد إعدادا روحيا كافيا قبل ذلك. لذلك نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله قد اعتكف ليال طويلة في غار حراء. هذا الغار كان النبي يمارس فيه إعدادا تعبئة للروح والقلب والوجدان والعاطفة مع الله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله. لو جئنا حتى إلى علمائنا المتأخرين نقرأ في سيرة كثير من العلماء، مثلا نقرأ في سيرة حتى بعض يعني غير العلماء، مثلا شيخ الوالي رحمة الله عليه، مثلا سيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، وكثير من العلماء
قبل أن ينتجوا، قبل أن يقدموا للناس، قبل أن يؤثروا في المجتمع، كانوا قد أعدوا رحلة روحية. فهذه الركيزة الأولى أخواتي. بعدين راح نتحدث عن بعض الجزئيات والمفردات، كيف الإنسان يعبئ هذا الجانب، بعدين نتحدث عنه. بس هذا عنوان عام. نقطة أولى، ركيزة، أساس أول، أن المرأة المؤمنة تحتاج إلى ركنين، إلى أساسين، إلى ركيزتين. الأول هو الإعداد الروحي. النقطة الثانية، الركيزة الأساسية، وهي تأتي نتيجة طبيعية بعد هذا الإعداد، وهو أن المرأة عليها أن تكون مرأة عاملة، مرأة ذات أو تحمل رسالة، مرأة لا فقط تفكر في نفسها بل تفكر في الآخرين. هناك فرق أخواتي. نحن في هذا المجتمع نرى، لا سيما في مناطقنا، نرى بعض النساء تعيش أنانية، ولذلك تعيش متقوقعة منحسرة، تعيش حياة جزئية، تبني مملكتها لوحدها، لا تنظر إلى الآخرين، لا تأبه. ليش؟ لأنها لا تحمل رسالة. ولكن نحن عندما الآن نجتمع مع الزهراء لأنها عاشت رسالة. لماذا الزهراء بقت حية على مر هذه السنين والأيام؟ لأنها كانت تحمل رسائل. ولو كانت الزهراء عليه السلام، وهي أجل وأرفع وأسمى وأعلى، لو كانت كباقي الأخريات تعيش فقط في لبسها وطعامها ونزهتها ولهوها وسهوها، كانت مرأة كحال الأخريات في بني قريش، لم يبق لها ذكر واضمحلت وتلاشت. أن تعيش وهي فقط تفكر في إنيتها، في ذاتها، في حياة جزئية، بل نعم تفكر في ذلك، وتفكر في رسالة ماذا تقدم للأخريات، ماذا تقدم المرأة. هذه الزهراء إذا أردنا أن نلخصها أخواتي أمهات الحاضرات، إذا أردنا أن نلخص الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فقد كانت الزهراء عاشت إعدادا روحيا واضحا كما سوف نرى في الوقف المحور الأول. وبعد ذلك صلوات الله وسلامه عليها أعطت وأنتجت وقدمت. هذه المقدمة. ندخل بالمحور الأول. المحور الأول وهو كيف للمرأة المؤمنة أن تعيش إعدادا روحيا. كيف المرأة تعبئ ذاتها، تعبئ باطنها، قلبها، فؤادها، وجدانها، كيف تعبئه بالإعداد الروحي. نأخذ 4 نقاط مهمة من حياة الزهراء. هذا المحور الأول، 4 نقاط خلاصة في الإعداد الروحي. نأخذ 4 نقاط من الزهراء عليه السلام. النقطة الأولى في حياة الزهراء عليه السلام، هذا نحكي في إعداد الروح بالنسبة للمرأة المؤمنة. أول نقطة واضحة في حياة الزهراء، يذكر صاحب البحار شيخ البحراني في كتاب الطريق إلى الله، كتب لطيفة مهمة، يقول الزهراء عليه السلام لها نص جميل ورد عنها. عندما تدخل فاطمة الزهراء إلى الجنة، الله عز وجل يخاطبها. أكيد كل احنا حافظين أخواتي زيارة يوم الأحد للزهراء، السلام عليك يا ممتحنة، سنتم امتحنك الذي خلقك فوجدك، هذا نص آخر، قبل أن يخلقك، فوجدك لما امتحنك صابرة. مو هنا لاحظوا أخواتي، زهراء قدمت جهاد وقدمت صبر وقدمت ما قدمت عليها السلام، صيام فيجي وقت الجزاء الله عز وجل يخاطبها عندما تدخل إلى الجنة: أمتي فاطمة اطلبي ماذا تريدين. ماذا تريدين يا فاطمة؟ فتقول فاطمة الزهراء عليه السلام، شوفوا جواب الزهراء هنا، هاي النقطة الأولى في الإعداد الروحي، قالت: يا رب أنت المنى وفوق المنى. حددت الزهراء في الإعداد الروحي نقطة أساسية في عملها: ما أريد أشتغل وأعمل حتى يقال عني كذا، ما أريد أشتغل وأعمل حتى أنا والله زينة، حتى لا، قالت أنا عندي غاية، والغاية في الإعداد الروحي هي مبدأ الحركة، مبدأ النجاح، مبدأ التوفيق. قالت:
هذه الجهاد والحركة والعمل، هذه النقاط كلها إنما كانت لأجل أمر وحيد، وهو أخواتي أمهاتي قالت أنت المنى وفوق المنى. هذا جواب للزهراء تتحدث مع الله عز وجل. لذلك ممكن نقول إن الإعداد الروحي الركيزة الأساسية فيه على المرأة المؤمنة أن تحدد غايتها. هذا إلى أثر حتى على المدة الزمنية. شفنا تجارب مع المؤمنين بالحوزات، بالدراسة، بالجهاد، بالعمل، بكل الأمور، بالمجالس. بعض الناس يوم يومين ويبطل، بعض الناس شهر ويبطل، بعض الناس سنة ويبطل، بعض الناس إلى آخر عمره ما يبطل. ليش؟ لأن له غاية رفيعة. هذا جهد المرأة. أخوات انتبهوا إلى هذه الجملة. جهد وعزيمة المرأة المؤمنة إنما يستمد من الغاية. إذا كانت الغاية ضعيفة بسيطة يكون الجهد بسيط، العزيمة بسيطة. كلما كانت الغاية أسمى وأعلى، لا، كلما كان العطاء والعمل أكبر. هذا مهم أخواتي. تعالوا إلى دعاء الصباح. فاطمة نفسه أمير المؤمنين في دعاء الصباح أمير المؤمنين يقول هاي غايتي، هذه غاية الزهراء التي ذكرناها. يا غاية المسؤول، يا لي كمل وياي، يا غاية المسؤول ونهاية المأمول. قال أنا أتحرك، أنا أجاهد، أنا علي، إنما ذلك لأمر، وهو يا غاية المسؤول. منه؟ الله عز وجل. لذلك هاي ركيزة أولية أساسية. كل صاحب ثورة، صاحب جهاد، صاحب علم، صاحب مسجد، صاحب مجالس، إن لم يكن قد حدد هذه الغاية يضعف في نهاية الطريق. إن لم يكن يحدد هذه الغاية يتكاسل. حتى ما تكاسل، حتى ما ضعف، إن لم يحدد هذه الغاية سوف يخسر خسارة بين واضحة. ليش؟ لأن من عمل لغير الله الله وكله إلى من يعمل له، وهو الإخلاص بعينه. هذه النقطة الأولى. الغاية أخواتي مهمة جدا. لماذا حضرنا إلى الآن إلى هذا المكان؟ نقصد الله عز وجل. لذلك عندنا كلمة جميلة يذكرها سماحة السيد الأستاذ الله يحفظ جميع العلماء، السيد علي السبزواري ابن سيد عبد الأعلى. يقول كان السيد عبد الأعلى السبزواري يوصيني وأنا شاب، يقول لي كلما تخرج من البيت قل إنما خرجت قربة إلى الله تعالى. ليش؟ يعلمه على تحديد الغاية. هذا ترى نقطة مهمة أخواتي. زين، الأمر الركيزة الثانية في الإعداد الروحي، إذا حدد الإنسان غايته، إذا حددت المرأة المؤمن غايتها وهو الله عز وجل، تأتي النقطة الثانية وهي الإخلاص لما تعمل إليه. الإخلاص. ولذلك يذكر البحراني، الشيخ البحراني في كتاب الطريق إلى الله، يقول فاطمة عليه السلام قالت، هذا حديث عن الزهراء. يعني الآن الأخوات الحقيقة كنا نحفظ بعض الأحاديث اللي راح أذكرها عن الزهراء. يعني بطيات الحديث ما راح أركز على الحديث، بس أركز على العنوان، على النقطة، والحديث عليكم أن تنظروا إلى جماله حقيقة. تقول فاطمة الزهراء عليه السلام من أصعد إلى الله خالص عبادته أنزل الله عليه أفضل مصلحته. حديث للزهراء. تقول فاطمة عليه السلام عندما حددت الغاية وهو الله عز وجل، علي أن أربي نفسي وروحي وأعد إعدادا صحيحا لروحي، علي أن أخلص لهذه الغاية، وهو قولها عليه السلام قالت من أخلص إلى الله، من أصعد إلى الله، من بين لله إخلاص قلبه. هذه نقطة علينا أن نتربى عليها في الإعداد الروحي. مرة إحنا نشوف بعض العلماء، بعض الناس لما تجي لحظة الخشوع والإقبال ينكبوا على العبادة، يحاول يسبح، يحاول يصلي، يحاول يصوم، يحاول يقرأ القرآن، وكلها جيدة مهمة، ولكن عليك أن تنظر إلى لب هذه العبادة، روح هذه العبادة، وجه هذه العبادة، حقيقة هذه العبادة، وهو الإخلاص لله. والإخلاص أخواتي بميزة. الزهراء لماذا قالت من أصعد إلى الله خالص عبادته أنزل الله عليه أفضل مصلحته؟ الإخلاص حتى لو عملك بسيط أخواتي، حتى لو كان العمل الذي يصدر من الأخوات بسيط، ولكن إن كان فيه إخلاص هو عند الله عظيم. وما أريد أطيل صراحة لأن خاف الوقت سريع. يوم من الأيام إبراهيم عليه السلام
خرج يمشي بأمر من الله. هاي لطيفة القصة خواتي. فقال الله عز وجل: يا إبراهيم أأمرك أمرا ما ترى من حجر فأظهره. شو تشوف من حجر يا إبراهيم؟ طلع بينه. وما ترى من جواهر فأخفها تحت التراب. يقول إبراهيم: فظل يمشي إبراهيم عليه السلام، كل ما شاف حجر أظهره، رتبه، نظفه، بينه، خلاه واضح على الأرض. وكلما رأى جوهر بأمر من الله أخفاها، ضماها. فمشى لحظات ثم سأل إبراهيم: يا رب ما الحكمة في ذلك؟ قال: يا إبراهيم انظر إلى ظهرك، إلى خلفك. يقول إبراهيم: فلما نظرت رأيت الحجر الذي أظهرته قد غمسه الله في التراب، ورأيت الجواهر التي أخفيتها قد ظهرت إلى العيان. فقلت: يا رب ما معنى ذلك؟ قال: يا إبراهيم إن معنى ذلك الجوهر الذي أخفيته هو الإخلاص في قلب عبدي، كلما أخفاه أنا أظهره. الإخلاص. وما كان لغيري حتى لو يزينه ويرتبه أنا شو أسوي؟ أنا أخفيه. هاي قصة مهمة. لذلك الزهراء بينت سر نجاح الأنبياء، خلود الرسالات، والصالحون أيضا إنما كانوا يخلدون ويوفقون. ليش؟ لأن لهم ركيزة في أرواحهم وهو الإخلاص لله عز وجل. هاي نقطة خواتي حقيقة مهمة جدا. ولذلك أنا ما رح يعني صراحة أروح بالجزئيات، بس هو مهم هذا الكلام. عندنا دعاء أبي حمزة الثمالي للإمام زين العابدين، في نهاية الدعاء شو يقول؟ اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني عن الخيانة، إلى آخره. ركيزة الثالثة في حياة الزهراء عليه السلام، بعدما حددت غايتها وأخلصت لربها، جاءت النقطة الثالثة، الركيزة الأساسية. احنا نتحدث عن الإعداد الروحي أخواتي وأمهاتي. لا يمكن للروح أن تتشبع، يعني بتعبير آخر خلنا نبين أكثر، كما الجسد يعطش والأرض تعطش ويحتاج الماء والارتواء، كذلك الروح تحتاج إلى الماء والارتواء. وماء الروح وغذاء الروح وكثرة العبادة. نتحدث عن الإعداد الروحي. لذلك تعالوا إلى الزهراء، يعني الركيزة الثالثة الأساسية في الإعداد الروحي هو مفردة ومفهوم العبادة. العبادة التي مارستها فاطمة عليه السلام كانت واضحة جدا في حياتها. شوفوا أخواتي كلام الإمام المجتبى عليه السلام، الإمام الحسن. يقول الإمام الحسن عليه السلام: إن أمي فاطمة عليها السلام وقفت في محراب صلاتها حتى تورمت قدماها. وقفت في محراب صلاتها حتى تورمت قدماها. زين. يقول الإمام الحسن عليه السلام: مذ كنا صغارا نرى أمنا الزهراء عليه السلام تقف في محراب صلاتها شطرا من الليل، وقتا من الليل، طوال الليل، تقف بين يدي ربها تتبتل، تدعو للجار ثم تدعو للناس. لذلك فاطمة الزهراء عليه السلام كانت عابدة بكل معنى العبادة. كلنا نعرف صيامها، تبتلها، تسبيحها، تعبها عليه السلام. لا يمكن للمرأة أن تعيش حالة روحية سامية وتشبع قلبها وروحها بذكر الله عز وجل ما لم تكن متصلة متواصلة بالعبادة. مو اليوم أنا أصلي وبعد ما لي خلق، اليوم أسبح لله و10 أيام ما أسبح لله. لا، المؤمنة ترى دائما حاجة في قلبها وروحها علما إلى ذكر الله. وهذا القرآن يتحدث عنه ببعض الآيات: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. مو قال لحظة، قال لا، كثيرا. ليش كثيرا أخواتي؟ لأن الروح تحتاج إلى هذا الغذاء المستمر. شلون عندك مثلا، احنا عندنا نبتة، هاي زرعة، إذا ما تسقيها كل يوم
تذبل الأوراق، تضعف، كذلك الروح غذاؤها العبادة. لذلك نرى كل أهل البيت عليهم السلام أدعية طويلة، عبادات كثيرة، تسبيح كثير، صيام متواصل. هذه العبادات لا نستهين بها، قد مارسها أهل البيت، ومنها فاطمة الزهراء عليه السلام، قد أثرت في الناس. الإعداد الروحي مهم جدا أخواتي. النقطة الرابعة في الإعداد الروحي والأخيرة، حتى ما أطيل في هذا المحور الأول، البساطة في عيشها عليه السلام. دائما الروايات تدعو المؤمنات والمؤمنين إلى البساطة، لا تدعوه إلى التكلف والتمظهر. لذلك الحقيقة هذه في الرواية يعني إذا جاز التعبير تقشعر لها الجلود، تدمع لها العيون، تتصدع لها القلوب. هذه الكلمة تقول فاطمة الزهراء عليه السلام، وورد عن علي عليه السلام هذا القول. شنو معنى البساطة اللي نقصدها في الإعداد الروحي؟ مرة لما أكو جانب ما أريد أخوض به الآن، المرأة مطلوب منها في بعض المساحات التزين والتجمل، هذا شيء ثاني مو أقصد الآن، بس نقصد الحالة الظاهرية في المجتمع. المؤمن أو المؤمنة لا يميل دائما إلى التزين الكثير الذي يخرجه عن الحد المتوسط أو الحد المعتدل. يعني اللي أقصد الآن حتى أكون أدق من هذا الكلام، نقصد جانب الزهد في الحياة. النفس تحتاج إلى إعداد وترويض، ومن حالات الإعداد الروحي والترويض بعض الحالات يعيش الإنسان البساطة. لذلك هاي البساطة يعني مو أنا جاي اخترعها، أمير المؤمنين قال عليه السلام كنا أنا وفاطمة. نص آخر يقول فاطمة تقول كنا أنا وعلي. شنو يا فاطمة؟ شنو البساطة؟ شوفوا أخوات، قالت كنا ننام على جلد كبش ونأكل على جلد كبش ونصلي على جلد كبش. هاي البساطة التي عاشتها فاطمة عليه السلام. ولكن هذه البساطة خلقت منها روحا قوية عالية لم تلتزم بمظهرها، إنما كانت الروح هي التي تتحدث عند الزهراء. وإلا ما معنى أن الزهراء عليه السلام نراها أنها في روايات الإمام الحسين كما يذكر صاحب كتاب كشف الغمة، يقول إن لأمي 9 أسماء: الزهراء والمحدثة والحوراء والإنسية والصديقة والشهيدة إلى آخره. هذا ما جاء اعتباطا، راح نعرج عليه في المحور الثاني وهو العطاء. فأريد ألخص كلام المحور الأول حتى ندخل بالمحور الثاني والوقت سريع جدا. الإعداد الروحي له أثر هام أخواتي في علاقة العبد مع الله، وأيضا في عطائه وتأثيره بالناس. هاي الجملة ركزوا لي عليها أخواتي. لا يمكن للمرأة المؤمنة أن تكون مؤثرة في بيتها مع أبنائها مع صديقاتها مع الزميلات في المجتمع ما لم تكن قد أعدت إعدادا روحيا. الإعداد الروحي يعني تجربة تعيشها المرأة في إخلاصها لله، في قصدها لله، في كثرة عبادتها، تمارس هذه التجربة ثم تعيش بساطة بالظاهر. ثم نأتي إلى النقطة الثانية أو المحور الثاني. بس عطروا المكان بذكر محمد وآل محمد 3. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. نجي إلى الموقف الثاني في حياة الزهراء، ودائما هو الذي يجمعنا هذا الأمر. المحور الثاني قلت بعد الإعداد الروحي نتحدث عن عطاء الزهراء عليه السلام. يعني المرأة المؤمنة ممكن أن تكون رسالة قوية متزنة تعيش الاتزان والأمانة وتعيش الإتقان في حياتها إذا أعدت إعدادا روحيا. هذا مهمة جدا. سلبيات 3 نراها في مجتمعنا النساء اليوم، للبعيد نتحدث. هذا بعض النساء اللي نشوفهم مواقع التواصل، بعض البرامج، مرأة غير متزنة، يومية قرار، يومية شكل، يومية أمر. مرأة تعيش عدم الإتقان، لا تتقن عملها، لا تتقن حياتها. مرأة تعيش عدم حالة من التوجه المستمر، يعني لا تعيش أمانا، تعيش متزلزلة خائفة في قلبها وداخلها. المرأة إذا عدت إعدادا روحيا صحيحا تنتقل المحور الثاني،
تكون قوية ومثمرة ومستمرة صابرة. هذه المرأة، وهي حياة الزهراء نراها الآن. الجهاد صفة خاصة واضحة في حياة الزهراء، كانت مرأة مجاهدة، هاي نقطة أولى. النقطة الثانية بعد الجهاد هو العطاء العلمي للزهراء عليه السلام، كانت تعطي علما وتعطي جهادا. والنقطة الثالثة التي ظهرت في حياتها العملية هو الكرامات التي حفتها عليه السلام. ممكن حقيقة بعض الأخوات، كل الحاضرين، ممكن يستنتج عطاء الزهراء طويل ممتد متنوع، بس احنا نريد ناخذ كما يقال يعني بعض الورود من بستان الزهراء عليه السلام. الزهراء عليه السلام أعطت جهادا. عادة المرأة في المجتمعات العربية حتى غير المجتمعات العربية، المرأة ساقط عنها الجهاد. المرأة مو دائما تجاهد، يا جهادا قصده جهاد السيف، ولكن المرأة لها جهادها الخاص. المرأة تعيش جهادا من نوع آخر. مثلا فاطمة عليه السلام في يوم من الأيام، يقول علماء التاريخ، كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي إلى جوار البيت المعمور، يعني بجوار مكة، بيت الله الحرام. رزقنا الله وإياكم حج بيته إن شاء الله جميعا. يصلي النبي فجاء له أبو جهل عليه اللعنة، أجل الله الحضور، يقول جاء بروث البعير، يعني ما يخرج من البعير، فألقاه على شيبة النبي، على رأس النبي، والنبي لم يلتفت، بعده يصلي صلى الله عليه وآله. فجاءت في الرواية فاطمة مسرعة إلى أبيها صلى الله عليه وآله، وبدأت تنظف ما على رأس النبي، وهي تزجر أبا جهل وتصبر أباها. فقال صلى الله عليه وآله فاطمة أم أبيها، فاطمة فداها. لذلك مرة نشوف المرأة صح قد طبيعتها، نفسيتها، جسدها لا يحتم عليها الجهاد في بعض المساحات، في بعض الأمور، ولكنها قد تجاهد جهادا آخر. هذا جهاد فعلته الزهراء. النبي كما نحن نعتقد لا يقول قولا عاطفيا عبثيا اعتباطيا، ما ينطق عن الهوى، مو إن هو إلا وحي. فعندما قال فداها أباها أو فاطمة أم أبيها، هذا جاية من واقع فعلته الزهراء. زين، مرة نقول يابا هاي تحب أبوها وتحامي عن أبيها. تعالوا مع أمير المؤمنين اقرأوا خواتي كلمات علماء التاريخ بعدما اغتصب حق علي بن أبي طالب عليه السلام. يقول علماء التاريخ خرجت فاطمة الزهراء عليه السلام تجول وتطرق بيوت وأبواب المهاجرين والأنصار 40 يوم وليلة. يعني احنا بالنا كما يذكر صاحب كتاب الحجة خطبة الزهراء عليه السلام، يذكر الشيخ السبحاني شرح لهذه الخطبة جميل جدا الحقيقة، كيف خطبت وقالت كلمة الحق ولم تأبه بالظالمين ولم تأبه بما يحصل لها. هذا جانب، هذا جهاد آخر، كلمة حق عند سلطان. ولكن الزهراء يقول علماء التاريخ بعدما غصبت الإمامة خرجت تدافع عن إمامها وتطرق بيوت المهاجرين والأنصار وتذكرهم بحق أمير المؤمنين. واحد يقول يابا هاي ما خافت، ما قالت شو العلاقة؟ لا، إن لها رسالة. ما قدمت هذا الجهاد المستمر مع أبيها مع بعلها أمير المؤمنين إلا لأنها قد أعدت إعدادا صحيحا في روحها وعلاقتها مع الله. إن شاء الله حديثي واضح أخواتي، مترابط هذا بهذا. لذلك جهاد الزهراء عليه السلام نراهم في مواقفها مع أبيها ومع أيضا أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا احنا في بالنا حكايات وقصص كثيرة في حياة الزهراء، كيف كانت الزهراء. الوقت صراحة داهمنا حتى نختم ببعض الكلمات. نرى الزهراء كيف كانت تصوم، كيف كانت تصبر، كيف يفعل بها، والزهراء تمشي بأبي وأم، إلى أن اعتدي عليها في بيتها، ظلمت وضربت بأبي وأم. شاعر هذا العسيل العامل يقول أو تضربين وتروعين وتشتمين وأنت من فخرت بها حواء. معقولة هيك يصير؟ قال نعم هذا اللي صار. لعن الإله إلى القيامة قنفذا فعلى يديك علامة سوداء من فرط ما نزلت عليك سياطه
سالت على تلك الدماء سالت على تلك السياط دماء. واحد يخاطب صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليك: يا أبا صالح، يا ابن رسول الله، يا عين الحياة. أخواتي سمعا واحد يخاطب الإمام، شوف شو يقول له؟ يقول له: أنا أراك وين ما تروح، بأي مكان، في أي بقعة في هذا البلد، بغير بلد، عند أي ضريح، في أي مكان يا أبا صالح، أنا أراك تبكي مصاب فاطمة، فمصابها أصل لنيران الغضا. سمعوا هذا البيت: الباب فيه مسمار قسى، الباب فيه مسمار قسى، يبست عليه دماء سيدة النساء. أيوا فاطمتان، أيوا سيدتان. لماذا إمامنا أهل البيت كلهم يبكون على فاطمة؟ لأنها صبرت وجاهدت وأعطت حتى استشهدت بأبي وأمي. يجي رجل للإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، ونحن تحت رعايته في هذا المكان، والإمام باب المراد الجواد، يقول له: يقال جدتكم ماتت مريضة 18-19 سنة، شابة صغيرة. قال: لا والله، إن فاطمة جدتي فاطمة صديقة شهيدة، شهيدة فاطمة. فأريد أقول جهاد الزهراء، حتى أختم المجلس بهاي النقطة الثانية، جهاد الزهراء كان جهادا واضحا بينا مع بها ومع أميرين، لذلك أهل البيت يبكون على مصابها. النقطة الثانية أخواتي وهو العلم. احنا نسمع أن الزهراء عليه السلام كان يأتي إليها سلمان المحمدي يستفتيها وتجيب وتعلم سلمان. تجي بعض النساء تعلمهن فاطمة عليه السلام، كانت تلقي على أمير المؤمنين ما تعلمت من أبيها ومن جبرائيل، لذلك محدثة مع الملائكة، حتى أخبرت علي بن أبي طالب بخبر ما يكون وما هو كان إلى يوم القيامة، وتكون مصحف فاطمة وهو علم. لذلك الزهراء كانت تعلم، وهذا العلم أخواتي صفة أساسية يجب أن يكون في المؤمنة. كنت تستعجل شوي لأن الوقت أخذنا. بالإضافة إلى الجهاد، عطاء المرأة المؤمنة بل بعد الإعداد الروحي أن تعطي علما. لذلك على المرأة المؤمنة أن تكون عالمة متعلمة ثم تعلم الأخريات. آخر نقطة ختام الحديث بها، الزهراء عليه السلام لأنها أعدت إعدادا روحيا واضحا خرجت منها كرامات عظيمة. ايش نحكي من كرامات الزهراء؟ وقتنا انتهى. زين. الكلمة الأخيرة كرامات الزهراء، وكل كراماتها عظيمة، بس اختار كرامة واحدة أختم بها الحديث. بعد جاء الأمر فعلينا أن ننفذ. الأمر الأخير، جاء رجل يهودي مع امرأة يهودية، أسرة يهودية، طرقوا باب علي بن أبي طالب عليه السلام، طرقوا باب علي بن أبي طالب، قالوا له: يا علي، عندنا فتاة واحدة من بناتنا اليهوديات عزيزة علينا، نريد فاطمة الزهراء تشارك معها، اليوم يوم زفافها هذه البنت اليهودية. فقال علي بن أبي طالب: استأذنوا أباها، خل النبي يأذن لها. بالفعل ذهبت هذه المرأة اليهودية مع زوجها إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله، واستأذنا رسول الله فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله. وأن تروح فاطمة إلى بيت المرأة اليهودية مع اليهوديات تحضر عرس هذه المرأة اليهودية. قصة طويلة يذكرها صاحب الخرائج والجراح من أبناء العامة، يقول: عندما خرجت فاطمة مع اليهوديات فرحنا اليهوديات. ليش؟ قلت: بساطة في العيش، لباسها بسيط، ملابسها طبيعية، مو زينة كبيرة واضحة. يقول: ففرحنا اليهوديات أن نساء اليهود أجمل وأبهى صورة من الزهراء، احنا راح نبين اليوم أفضل من بنت النبي. يقول رسول الله: فعندما دخلت فاطمة في بيت اليهوديات أمر الله جبرائيل أن اهبط إلى فاطمة وألقي عليها حللا ولباسا من الجنة. فعندما ألقى عليها جبرائيل حلل ولباس الجنة سجدنا اليهوديات أمام الزهراء، اللهم صل على محمد، وأسلمنا مع رجالهن اليهود على يدي فاطمة. هاي واحدة من كرامات الزهراء، ناتج العطاء وناتج الإعداد الروحي. حديثنا انتهى، نسأل الله أن يتقبل. كم بيت عندنا وقت؟ في كم دقيقة؟ زين. من أعظم ما نسمع الحقيقة في مصاب الزهراء، هي أم وتركت أيتام. فاطمة عليه السلام، شوفوا مصابة قد عظيمة خواتي، أثرت في قلب علي بن أبي طالب.
بعد سنين يجي رجل كوفي يقول له هذا خضاب، خضب شيبتك. يقول له أين أنا من الخضاب؟ أنا في حزن، أنا في مصيبة. قال له وأي حزن؟ قال أنا في حزن فاطمة. يجي يوم من الأيام يدخل علي بن أبي طالب على حجرة الزهراء ويجد زينب جالسة في المحراب واضعة سراج في مكان أمها الذي تصلي فيه. فيأتي علي بن أبي طالب ويطفئ السراج بيده. قالت أبا لماذا أطفأت السراج؟ قال بني فاطمة، وأي نور بعد نور فاطمة الزهراء. آذوها، آلموها، ضربوها، فعلوا ما فعلوا بها وفاطمتها. فكم دقيقة أخواتي دمعة للزهراء بها مظلومية لأنها مهتضمة مظلومة. يجي أمير المؤمنين عليه السلام يقف على قبرها يبكي الإمام. الموقف اللي يريد ناخذ به إن شاء الله حوائجنا الليلة بهذا المجلس المبارك مع الأخوات المؤمنات، لما أمير المؤمنين غسلها مرت يده على ضلع من أضلاعه. جلس إمامنا يبكي يتلوى من الألم والجراحات والغصص. فعند ذلك قال بني حسن بني حسين هلموا للوداع الأخير، ودعوا أمكم، هذا آخر وداع. اي والله يا فاطمة. يقول علي بن أبي طالب، يقول علي بن أبي طالب عندما ألقى الحسن والحسين أنفسهم على جسد الزهراء عليه السلام، يقول رق قلبي، قلب انكسر. ليش؟ يقول رأيتهم كالطيور ترفرف على جسد فاطمة. الله أكبر. هنا القسم العظيم الحقيقة هذا صعب نقوله، وإن شاء الله يآجرنا جميعا أمهاتي أخواتي. قال والعيش الذي عاشه رسول الله يا رأيت الزهراء يا أستاذ علي شوية الصوت هذا نفس البداية. رأيت الزهراء يا حنات وأنات وكشفت باعيها. تخيلوا أخواتي إن شاء الله لحظة أجر. وضمت الحسن إلى صدرها يا ضمت الحسنين إلى صدرها يا ما أريد أطيل لأن الوقت ما عندي، هواية مواقف بس أريد أستعجل. هاي رفع أمير المؤمنين الجنازة. جنازة منه هاي؟ مو جنازة واحد عادي، هاي فاطمة الزهراء عظيمة. الله يا فاطمة. ايش قال إمامنا علي؟ قال رحم الله من أعانني على حمل فاطمة. عجيب. وينك يا حيدر الكرام؟ وينك يا داح الباب؟ رحم الله يا من أعانني على حمل فاطمة. رفع الجنازة. منو اجت زينب تركض. قالت بويا يا شيال النعش لا تشيله، ترى فراق الوالده ما بيحل. قال زينب قلبي مفطور قلبي مكسور، هاي كلمة تزيدني ألم. قالت لا ابوي هاي أم فاطمة لازم أحكي وياها. يا شيال النعش لا تشيله، ترى فراق الوالده ما بيحل. بويا نعش النخل يظل بالداية يا مو أنا وأخوت بعدنا صغار يا علي. خرج إمامنا علي بن أبي طالب يمشي وعين زينب على نعش أمها فايا. قالت يما لي
دفنها علي بن أبي طالب. هاي صعبة الحقيقة تكسر القلب. لما رجع الإمام شاف زينب واقفة بباب حجرة فاطمة، إن شاء الله مثلكم أخوات، هاي أسوة بزينب. وقد امتلأت ثيابها من الدموع، قالها يا زينب يا ابويا ايش جابك؟ وليش نقعت بالدموع ثيابك؟ ليش نقعت بالدموع ثيابك؟ ادري يا زينب مفجوعه باعز احبابك. هنا حكى يا زينب تكسر القلب. قالت بويا يا علي يا بويا يا علي يا بويا يا علي يا بويا. اريد اقراها بهدوء حتى نسمعها بقلوبنا. زينب تحكي ويا الامام وهو دافن الزهراء هسه. قالت بويا رجعت وحيد. وين أم فاطمة؟ رجعت وحيد والدمعة تكتها. ليش وياك أمي ما عجبتها؟ الله يرضى لحكي قلب هذه يا فاطمة. ويا رجعت وحيد والدمعة تكتها. ليش وياك أمي ما جبت؟ بويا الوحدة ياك من نزلتها، بس لا عالضلع خاف الجمت. بويا شنو آخر حجاية أم حجتها؟ هاي النساء صعبة انت تفهمنا، احنا ما نفهم الرجال. بويا شنو آخر حجاية أم حجتها؟ بويا من تمشي الأم تموت بتها يا أبيات الدعاء يا فاطمة على طريقة الجنوب، على طريقة الجنوب. دخلت زينب شافت البيت أظلم، ايش قالت؟ قالت يمه والبيت خالي والبيت خالي، يمه والبيت خالي والبيت خالي، يا يمه بعدك والبيت خالي. ما حسبت هاي على بالي، ما حسبت هاي على بالي. خلي اخذ هذا الموقف شويه، طولت عليكم دقيقتين ثلاث. ليلة من الليالي الإمام يقرأ القرآن على قبر فاطمة، نام أمير المؤمنين قليلا. قالت يا علي ارجع إلى الدار يا علي. ليش فاطمة أنت وصيتيني أقرأ القرآن؟ قالت أما الآن وقد استيقظت زينب من منامها فلم يجدوا أحدا في الدار. رجع الإمام مسرع، دخل شاف زينب ماسكة بيد الحسن والحسين وهم يبكون وهي تصبرهم. قال ماذا جرى يا زينب؟ أنا علي أبو الأيتام. شنو صار يا زينب؟ قالت بويا فزيت من نوم ولخيتك على فراشك يا بويا ما لقيت. اقربوا وياي الحكي بس هذا البيت واسألكم الدعاء. يما يا يما يا يما فزيت من نوم ولخيتك على فراشك يما. بويا قمت لفراش امي تلمس يدك
يجي علي كل ليلة يوقف عند قبر الزهراء لوحدي غريب علي، صيحوا يا علي بقلوبك، يقول مالي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوايا. احكي ويا الزهر أحبيب ما يا لك لا يا ترد جوابنا نسيت يا فاطمة بعدي خلة أحبابي. صارت زينب بكربلاء ضلع واحد يا علي وأدحك ضلع واحد يا علي وأدحك مويا شاضل وحسين. إلهي نسألك وندعوك عذرا على إطالة، نسأل الله بهذه العبرات بهذه الزفرات بهذه الدمعات إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عجل فرج إمام زماننا، اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. إلهي بفاطمة لا تدع للحاضرين الحاضرات حاجة إلا قضيتها، هما إلا فرجته. إلهي بفاطمة عجل فرج إمام زماننا. إلهي بفاطمة 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 ببضعة قلب النبي ببهجة قلب النبي. إلهي ارزق من طلب الذرية بالذرية الصالحة. يا مجيب يا كريم أمرتنا أن لا نرد سائلا عن أبوابنا. اللهم فرج هم كل مهموم، اكشف كرب كل مكروه، اقضي حاجة كل محتاج ومحتاجة. إلهي بفاطمة انصر المرابطين والمجاهدين من شيعة أمير المؤمنين في جنوب لبنان. اللهم اربط على قلوبهم، سدد رميتهم، رد كيد الظالمين والمنافقين وإسرائيل إلى نحورهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم من فقدناهم من المؤمنين لا سيما الشهداء إلى أرواحهم مع شهيدي المقاومة السيد الجليل الكبير العالم السيد حسن نصر الله، إلى روحي مع أرواح الشهداء، أرواح أمواتكم شهداء مذهب المؤمنين عموما جميعا. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.